عاملين ايه؟ طبعا ده فلوج جديد. كنا مسافرين العبور نجيب لبس. تعالوا شوفوا يومنا كان ماشي ازاي. طبعا كنا راكبين الاتوبيس ووصلنا الحمد لله بعد 4 ساعات العبور. طبعا اتوبيسات من كل مصر، من جميع المحافظات، طبعا جايين يشكلوا الشغل الشتوي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا ده العبور كلها مولات زي ما حضراتكم شايفين. في مولات لسه هتفتح، في مول قماش تقريبا بيتسلم خلاص وبيتشطب. دخلنا كده وسلمينا بالله عشان نبدأ على طول رحلة البحث. طبعا المول ده فيه أكتر من 45 مصنع، بسم الله ما شاء الله، من أقوى مصانع. طبعا ده الدور الأول بتاعه. احنا هنا بدأنا خلاص، دخلنا. طبعا الأسانسير عشان المول ده 3 أدوار، نبدأ من فوق إن شاء الله. وده أول مصنع دخلنا. طبعا زي ما انتم شايفين، غير اللي هو كان طبعا ترند الموسم ده نازل برضه، بس طبعا سعره غالي شوية. أنا جبته من مصنع تاني أرخص شوية. بعدها دخلنا طبعا، دي لو تفتكروا الصوت اللي احنا جبناها أم 1500. دخلنا برضه على المصنع ده، ان شاء الله شغله جاي بكره. شغله تحفه جدا جدا جدا. اخترنا منه 5 موديلات وحاسبنا وطلعنا خلاص واتكلنا على الله. وطبعا المول يا جماعه ما كانش زحمه خالص. طبعا تحس ان الناس كلها الدنيا بسيطه طبعا. طبعا دخلنا بقى على مصنع تاني، برضو نفس الكلام. المصنع اللي بيبقى فيه موديلات كويسة بنختار وبنشكل شغل. طبعا بقى المفاجأة بالنسبة لي ان مصنع ميكس للأسف ما كانش لسه نزل الشغل الشتوي، ودي غريبة جدا. بس هو لسه بيقولوا عندهم صيفي. طبعا احنا الناس عن هم في المصنع انا بتعامل معاهم كذا مرة، وهم اصحابنا واخواتنا. طبعا ده يعني مسؤول المصنع اللي بيشحن لي الشغل على طول من هناك على طول. كان بيكلمني ان السوق لا، لسه الصيفي، لسه الناس مستعجلة على الشتوي، ليه احنا ما بدأناش. وطبعا ميكس يا جماعة أول ما بيبدأ الشتوي يبقى فعلا نقدر نقول إن الشتوي بدأ. ميكس، وخصوصا كمان إن في مصنع تاني ممكن فجأة في آخر الفيديو هتشوفوه. طبعا طلعنا بقى نرتاح شوية، نشرب القهوة طبعا أهم من أي حاجة. رحنا طبعا نشرب القهوة عشان نفوق. كلنا شوية حاجات كده مخبوزات لحد ما نخش تاني. طبعا بتخش تاني 45 مصنع بتلف فيهم. لما رجعنا تاني طبعا كانوا هما بدأوا يجيبوا كمان فقرات. اتفرجنا على الفقرة دي. هو المول بسم الله ما شاء الله يا جماعة 45 مصنع من كل شكل ولون. مصانع سورية مصرية، مصانع كلها من أكبر مصانع البلد. من أكبر مصانع البلد بصراحة. المول ده لكل تجار الجملة اللي بيدوروا عليه حاجة تفيدهم جدا 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 جدا. هسيبكم تسمعوا الصوت شوية وبعد كده نكمل. احنا بقى نكمل رحلة البحث عن كام موديل كمان. عملنا كام اوردر. احنا حوالي من 45 عملنا 5 بس مصانع. 5 اوردرات من 45 مصنع، لان اخترنا انظف واحسن مصانع واكتر حد عنده شياكة في الموديلات. في مصنع احنا جايبين منه 2. طبعا المفاجأة يا جماعة ان مصنع القاضي لحد الان ما جابش ولا حتة شتوي. انا برضو مصدوم ان القاضي وميكس الاتنين ما نزلوش شغل. بصراحة انا مستغرب. يعني في نفس الوقت انا مستلم من المول موديل، خدته السلام وجيت طبعا ميكس والقاضي ما دخلوش. طبعا هنا بقى عشان نروح ناكل، حد وصف لنا بقى ابن حلال كشري التحرير. بس طبعا سفر، يعني زي من هنا للبندر. فضلنا نتمشى نتمشى نتمشى. يعني بصوا، مشينا كمية مشي يا جماعة عشان نوصل لكشري التحرير. كتير جدا، مشينا كتير جدا جدا. طبعا انا مسرع الفيديو عشان كمية المشي اللي احنا مشيناه. لحد ما اخيرا 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 وصلنا لكشري التحرير. قلنا ناكل بقى عشان طبعا الاتوبيسات كانت بتتحرك الساعة 7. وكل مرة وانتوا طيبين كده ودايما معانا وبتتفرجوا علينا عشان تشوفوا أول بأول كل حاجة جديدة في مجال الملابس. وتتابعونا دايما عشان كل حاجة تعرفوها وتعرفوا يومياتنا وتشاركونا كل لحظاتنا. سلام.